زيكم في قناة سفيان للرعب. كل يوم حكاية جديدة الساعة 9 بالليل. لو انت بتحب الرعب اشترك معانا، يمكن القصة الجاية تكون بتتكلم عنك. طب يلا بينا نبدأ الرعب. الرعب. القصة اللي هحكيها دي مش مجرد تأليف، دي واقعة قلبت الدنيا في قرية ميت غمر بالدقهلية سنة 2012، والملفات بتاعتها اتقفلت تحت بند ظواهر غير مفسرة. الحكاية بدأت لما التربي العجوز عم إبراهيم سمع خبط مكتوم جاي من قلب واحدة من المقابر القديمة، ولما فتح المقبرة كانت الكارثة اللي مفيش عقل يستوعبها. الموضوع بدأ لما ماتت واحدة ست طيبة من القرية اسمها الحاجة فاطمة. اندفنت بشكل طبيعي جدا، وبعد تالت يوم أهلها سمعوا صوت صراخ ونياح طالع من ناحية المدافن بالليل. عم إبراهيم التربي كان قاعد قدام غرفته، وفجأة النور قطع والجو برد مرة واحدة لدرجة إن الريح كانت بتصفر بشكل مرعب. عم إبراهيم خد الكشاف بتاعه وراح ناحية الصوت، ولقى باب مقبرة الحاجة فاطمة مفتوح موارب، والريحة اللي طالعة منها ما كانتش ريحة موت عادية، كانت ريحة بخار كبريت خانق. لما بص جوه بالكشاف شاف المنظر اللي خلاه يفقد النطق. لقى جثة الحاجة فاطمة قايمة وقاعدة على طرف السرير الجنائزي، وجنبها ست تانية عجوزة جدا، وشها عبارة عن جلد ميت فوق عظم، وإيديها مخالب طويلة بتعمل حركات غريبة فوق راس الجثة. المرعب إن وراهم كان في كيان مغطى بملاية بيضة، عينيه كانت عبارة عن جمر أحمر قايد بيبص لعم إبراهيم مباشرة، والسقف كان مليان جماجم مرصوصة فوق بعضها بشكل هندسي غريب ما كانش موجود الصبح. العجوزة بدأت تهمس بكلام بلغة ما سمعهاش بشر قبل كده، ومع كل كلمة كانت الجثة بتتحرك كأنها عروكة خشب بتتربط بخيوط. عم إبراهيم حاول يهرب، بس رجليه غرزت في أرضية المقبرة اللي اتحولت فجأة لطين أسود ريحته نتنة. فجأة الجثة لفت راسها 180 درجة وبصت له، وفتحت بقها وطلعت صوت صرخة مش بشرية، صرخة هزت المقابر كلها. الناس لما وصلوا على صوت الصرخة لقوا عم إبراهيم مرمي قدام المقبرة، ووشه فيه خربوش عميق بشكل علامة غريبة. لما دخلوا المقبرة لقوا كل حاجة طبيعية والجثة في مكانها، بس الحاجة الوحيدة اللي أكدت إن الموضوع حقيقي هي إنهم لقوا جمجمة واحدة صغيرة محطوطة فوق كفن الحاجة فاطمة، وعينين الجثة كانت لسه مفتوحة ومثبتة على الباب. من يومها والمقبرة دي اتقفلت بالأسمنت، بس الناس بيحلفوا إنهم كل ليلة تلات بيسمعوا صوت خبط منتظم من جوه، وصوت همس الست العجوزة وهي لسه بتحضر زوارها في الضلمة. بص يا سيدي، اللي حصل لعم إبراهيم بعد الليلة دي خلى أهل القرية يدركوا إنهم مش قدام عفاريت عادية، دول قدام لعنة فرعونية قديمة اتفتحت بالغلط. عم إبراهيم قعد في بيته، والخربوش اللي في وشه بدأ يغوط ويسود، وكل ما يحاول ينام يسمع نفس صوت الهمس العجوز في ودنه بيقول له: انت اللي فتحت الباب، انت اللي هتكون القربان. وفي ليلة دخل عليه ابنه الكبير يطمن عليه، لقى الأوضة غرقانة بمية ريحتها بحر مالح، وعم إبراهيم قاعد في ركن الأوضة بيحفر في الأرض بضوافره وهو بيعرض دم. لما ابنه شال الجمجمة الصغيرة اللي كانت في المقبرة وحاول يرميها في الترعة، الجمجمة دي رجعت لوحدها على عتبة البيت في نفس اللحظة. ومن هنا بدأت تظهر الست العجوزة اللي في الصورة، بس المرة دي بدأت تظهر في شوارع ميت غمر نفسها، والناس كانوا بيشوفوها ماشية وسط الزرع وبتمسح على وشوش المواشي، وتاني يوم المواشي دي تصحى ميتة ونشفة كأنها مومياوات بقالها آلاف السنين.
السر اللي عرفه عم إبراهيم قبل ما يموت إن الحاجة فاطمة ما كانتش ميتة موتة طبيعية، دي كانت الورثة الأخيرة لسر قديم، والست العجوزة اللي في الصورة هي حارسة المقبرة اللي جاية تسترد الأمانة. الكيان اللي لابس أبيض وعينيه حمرا ده ما كانش جن، ده كان قرين منسي من آلاف السنين ومستني اللحظة اللي يرجع فيها للحياة عن طريق جسد بشري. في الليلة اللي مات فيها عم إبراهيم المقبرة دي انشقت لنصين وبلعت كل اللي حواليها، والناس بيقولوا إنهم شافوا عم إبراهيم والحاجة فاطمة والست العجوزة واقفين كلهم في صف واحد قدام الباب المفتوح جوه التربة، ووراهم جيش من الجماجم اللي كانت بتتحرك وتصدر صوت زي زحف التعابين. دلوقتي المنطقة اللي فيها المدافن دي مفيش حد بيقدر يمشي فيها بعد المغرب، والناس اللي بيوتهم قريبة بيحكوا إنهم بيشوفوا دخان أخضر طالع من الأرض، وبيسمعوا صوت صرخة الحاجة فاطمة وهي بتنادي على أسماء ناس لسه عايشين في القرية، وكل واحد بيسمع اسمه بيختفي في ظروف غامضة، وتاني يوم بيلاقوا جمجمة صغيرة على عتبة بيته. الحكاية لسه ما خلصتش، لأن الباب اللي فتحه عم إبراهيم لسه ما اتقفلش، والست العجوزة لسه بتدور على قربان جديد يكمل الطقس المرعب بتاعها. فلو سمعت صوت خبط مكتوم تحت سريرك بالليل، أو شميت ريحة بخور محروق في الضلمة، اوعى تفتح عينك، عشان هي مستنياك تبصلها عشان تستلم الأمانة. الرعب الحقيقي بدأ لما اكتشفوا إن الخربوش اللي في وش عم إبراهيم ما كانش جرح عادي، ده كان خريطة مرسومة بالدم والصديد، وكل يوم الجرح بيكبر ويرسم تفاصيل جديدة لمكان مخفي تحت بلدنا. الشيخ منصور اللي جه يقرأ على عم إبراهيم قبل ما يلفظ أنفاسه الأخيرة حكى إنه هو بيقرب منه سمع صوت جماجم بتخبط في بعضها تحت أرضية الأوضة، وكأن في جيش كامل بيتحرك تحت البيت. فجأة عم إبراهيم قام قعد في سريره رغم إنه كان مشلول، وفتح بقه اللي كان طالع منه دخان أخضر بارد، وقال بصوت حشرجة: هم مش عايزين جثة فاطمة، هم عايزين اللي فاطمة بلعته قبل ما تموت. والكلمة دي كانت مفتاح الكارثة. أهل القرية افتكروا إن الحاجة فاطمة قبل ما تموت بيوم كانت شرقت وهي بتشرب، والكل افتكرها شرقة عادية، بس الحقيقة إنها بلعت مفتاح قديم كان متعلق في رقبتها من ريحة جدود الجدود. في نفس الليلة اللي مات فيها عم إبراهيم التربة اتفتحت لوحدها تاني، والجثث بدأت تخرج، بس المرة دي ما كانوش بيمشوا، دول كانوا بيطيروا بارتفاع قليل عن الأرض، ورايحين كلهم في اتجاه واحد: بيت الحاجة فاطمة. العجوزة اللي في الصورة كانت واقفة فوق سطح البيت وماسكة في إيدها بخور بيطلع نار حمراء، والكيان الأبيض اللي عينيه بتبرق كان بيشاور بصباعه على أوضة نوم الحاجة. الناس اتجمعوا وهم مرعوبين وشافوا أغرب حاجة ممكن تتخيلها: الجدران بتاعة البيت بدأت تسيح كأنها شمع، وظهر وراها سرداب غريق ملوش نهاية، ومن السرداب ده بدأت تطلع آلاف الأرواح اللي كانت محبوسة من سنين طويلة. الحاجة فاطمة الجثة ظهرت في وسطهم، بس وراها كانت واقفة الست العجوزة وهي بتغرز ضوافرها في رقبتها عشان تطلع المفتاح اللي بلعته. الصدمة إن المفتاح ده لما طلع الأرض انشقت وبلعت بيت الحاجة فاطمة باللي فيه، ومفضلش إلا حفرة سودة مفيش كشاف بيقدر يوصل لآخرها. ومن يومها 100 غمر ما بقتش هي 100 غمر. أي حد بيعدي من جنب الحفرة دي بيسمع صوت عم إبراهيم وهو بيقول: الدور عليك. وأي حد بيبص في الحفرة بيلاقي وشه هو شخصيا بس على شكل جمجمة بتضحك. الحكاية لسه مفتوحة، والمفتاح اللي خرج لسه معاهم، والست العجوزة والكيان الأبيض اللي عينيه حمرة لسه بيظهروا في أحلام أطفال القرية، وبيقولوا لهم إن الباب الكبير لسه ما اتفتحش،
وإنهم مستنيين حد قلبه ميت يروح يحفر عند الحفرة دي ليلة تلات عشان يحرر باقي الزوار. لو حسيت ببرودة فجأة في الأوضة دلوقتي أو سمعت صوت خبط على خشب الباب، ما تقومش تفتح، لأنهم يمكن يكونوا وصلوا عندك عشان ياخدوا المفتاح اللي انت ما تعرفش إنه مستخبي جواك. سيد نزل الحفرة وهو مربوط بحبل غليظ، والناس فوق ماسكين الطرف التاني وهم بيترعشوا. كل ما ينزل لأسفل كانت درجة الحرارة بتقل لحد ما بقت تحت الصفر، وصوت الخبط اللي كان مكتوم بقى عالي جدا لدرجة إنه بيصم الودان. فجأة الحبل اتشد بقوة رهيبة لتحت، وسيد صرخ صرخة واحدة بس، صرخة هزت نياط القلب، وبعدها ساد السقوط القاتل. الناس لما وصلوا على صوت الصرخة لقوا عم إبراهيم مرمي قدام المقبرة، ووشه فيه خربوش عميق بشكل علامة غريبة. لما دخلوا المقبرة لقوا كل حاجة طبيعية والجثة في مكانها، بس الحاجة الوحيدة اللي أكدت إن الموضوع حقيقي هي إنهم لقوا جمجمة صغيرة محطوطة فوق كفن الحاجة فاطمة، وعينين الجثة كانت لسه مفتوحة ومثبتة على الباب. في اللحظة دي الدخان الأخضر اللي طالع من الحفرة بدأ يتجسد، وظهرت الست العجوزة والكيان الأبيض معاهم سيد.